ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فاجعة رحيل عملاق السينما العالمية المخرج الكبير محمد الخضر حمينة عشية احتفال الإنسانية بالذكرى الخمسين لظفره بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عن رائعته وقائع سنوات الجمر التي فتحت عيون العالم عن قطعة من معاناة الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار. الفقيد وقبل أن يكون مخرجا عالميا ومبدعا ترك بصفة خالدة في تاريخ السينما العالمية. كان مجاهدا أبيا ساهم في تحرير بلاده بما نقله من صور ومشاهد عرفت البشرية ببطولات الثورة التحريرية المظفرة. الفقد موجع، وبهذه المناسبة الأليمة إذن يتقدم السيد الرئيس إلى أسرة الفقيد وإلى الأسرة الثورية وإلى عائلة السينما الجزائرية. يتقدم ببالغ وبخالص التعازي وصدق المواساة داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه والشعب الجزائري جميل الصبر وحسن السلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.